تفضل. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو قصي تكفى. كيف الحال؟ اخفض التلفزيون الله يرحم والديك. طيب كيف الحال؟ الله يسلمك أبو قصي. عزيزنا احنا بغينا نسألك عن سؤال، فالسؤال عن زواج المسيار. اي. يقول ان انا سألت احد المشايخ طبعا من اخواننا الشيعة. اي. فقال لي زواج المسيار، ان قال لي هو اول شيء ناقشني قال حلال محمد صلى الله عليه واله حلال الى يوم القيامة، وحرامه حرام الى يوم القيامة. فهذا مثلا الان انت اذا قلت هذا كانه مستحدث، كانه انت استبدعت، يعني كانه من البدع. عرفت شلون؟ اي. طيب ابو قصي انت كم عمرك؟ انا عمري 30. طيب انت عندك زوجة اولى؟ لا والله لحين ما الله لسه ما تزوجت. طيب ماذا تعني بزواج المسيار؟ اشرح لي اياه. زواج المسيار اللي هو معروف انك تسير على الزوجة في بيتها، وبناء على تترتب على اللي هو شروط وهنا معروفة يعني. ما شرحت لي. لا اللي هو الشروط انك تسير عليها مثلا مثل الزواج العادي، هو مثل الزواج العادي. يعني قصدك اللهم انك تسير عليها في البيت، هذا هو. يعني قصدك يكون فيه ولي لها يزوجك، يكون فيه شهود. اكيد اكيد. يكون فيه مهر. صح. إيه. فقال لي ايش هو ردا عليه، يقول لي جيب لي دليل على زواج المسيار من القرآن. عرفت شلون؟ قلت له يقول احنا عندنا زواج المتعة. اي نعم. على العموم ابو قصي اجيب لك دليل على زواج المتعة من القرآن. طيب يقول ابو قصي ابو قصي انا بعطيك التفصيل كذا بس باختصار. المسميات التي يسميها الناس اليوم زواج مسيار، زواج مسفار، الواحد ياخذ زوج واحد عشان يسافرون مع بعض، زواج مدري ايش، هذه المسميات نحن لا نلتفت اليها، نحن ننظر الى حقيقة الشيء، هل هو جائز او لا. مثل لو جاء واحد وقال لك هذا ما هو خمر هذا شمبانيا، نقول له احنا ما علينا من الاسم، احنا علينا من حقيقته، هل هو مسكر ام ليس مسكر؟ قال نعم مسكر، لكن عطني في القرآن ان الشمبانيا حرام مثلا يعني او حلال. فنحن ننظر الى حقيقة الشيء. اذا كان اي نوع من انواع الزواج فيه ولي شرعي للمرأة زوجها، فانكحوهن بإذن أهلهن، فيه ولي شرعي، فيه شهود، فيه مهر، فيه عقد شرعي بينهما، ثم الرجل قال للمرأة مثلا أنا عندي ظروف لا أستطيع أن مثلا أبيت معك بالليل، أنا سأتيك في النهار مثلا، وافقت المرأة على ذلك، أو قال لها أنا لا أستطيع أن أوفر بيتا لك لأني فقير أو طالب، فأنت عندك بيت جاهز من زوج سابق أو ربما أنت موظفة وبالتالي أنا سآتي إليك في بيتك، فوافقت المرأة على ذلك، هذا جائز. إذا المرأة أسقطت بعض حقوقها أو الزوج أسقط بعض حقوقه. لو امرأة تزوجها رجل بعدين قالت له شوف أنا ما أستطيع أني أكون معك بالليل لأن أمي مريضة ولا بد من المغرب إلى الفجر أكون عندها، سأكون عندك في النهار فقط، فأسقط الرجل حقه المبيت الليل، أسقط حقه ورضي أن تكون معه في النهار فقط، صارت هي اللي متزوجته مسيار، فهذا جائز. فكل من أسقط شيئا من حقه ما دام أصول الزواج أصول النكاح أركان النكاح موجودة، الولي والشاهدان والعقد الشرعي والخلو من الموانع أيضا، فهذا جائز إن شاء الله. بارك الله فيك. ما أدري عاد قصي معنا أحمد تفضل.